أكتر كلمة بنسمعها من ولادنا كلمة آسف، بس خلّيني أسألك سؤال مهم، هو ابنك لمّا بيقولها بيحس بيها والّا بيقولها عشان ينجو من العقاب وبس؟ الحقيقة المؤلمة إن في أطفال كتير اتعلمت تقول آسف من غير ما تعرف يعني إيه معنى الاعتذار أصلًا، والفرق ده هو اللي بيصنع شخصية ابنك مع الناس بعد كده. خلّيني أحكي لكم موقف بيتكرر في كل بيت. لو طفل كسر لعبة أخوه أو زقّق أخوه، الأم بتقول له بسرعة قُل آسف. هنا بقى الطفل قال آسف وخلاص والّا اعتذر بجد؟ وتلاقيه رجع يعمل نفس الغلط تاني. التعليق المهم هنا إن المشكلة مش في الطفل، المشكلة في إننا إحنا علمناه إن كلمة آسف بتساوي كلمة تنقذني، مش آسف بتساوي إحساس ومسؤولية. طب إيه الحل بقى بالتفصيل؟ أول حاجة خلّيه يفهم هو غلط في إيه، بدل ما يقول آسف اسأله أنت عملت إيه؟ شايف صاحبك زعلان ليه؟ وخلّيه يفكر لأن التفكير هو بداية التغيير. تاني حاجة اربط الاعتذار بالفعل، لأن الاعتذار الحقيقي مش كلمة، الاعتذار الحقيقي فعل. بمعنى لو كسر حاجة يصلحها، لو زعّل حد يواسيه، لو غلط يحاول يصلّح غلطه أو يصالحه. كده هو بيتعلم الاعتذار بمسؤولية مش مجرد كلام. تالت حاجة بلاش تضغط عليه قدّام الناس. أكتر حاجة بتبوّظ الموضوع إنك تضغط عليه وتقول له قُل آسف حالًا. وقتها هو هيقولها بس مش من جواه، بيقولها من الخوف. رابع حاجة خلّي نفسك قدوة، لو غلطت في حق ابنك قُل له أنا آسف وفهّمه أنت بتتأسف له ليه. ساعتها هيفهم إن الاعتذار مش ضعف، ده احترام وقوة ونضج. تخيل كده معايا لو طفل زعلان ومجروح واللي قدامه قال له أنا آسف وخلاص، بس ولا كأنه عمل حاجة. الإحساس ده فعلًا صعب، وده اللي ابنك ممكن يعمله مع غيره لو ما اتعلمش الاعتذار صح. في النهاية أنا عايز أقول إن علِّم ابنك إن آسف مش مجرد كلمة بتتقال، ده إحساس بيتعاش وموقف بيتصلح، لأن الطفل اللي يعرف يعتذر بصدق هيكبر إنسان الناس تحبه وتحترمه وتثق فيه. قولوا لي بقى في الكومنتات إيه أكتر موقف ابنك أو بنتك قالت فيه آسف بس ما قالهاش بصدق، ونتقابل على خير في فيديو جديد، مع ألف سلامة.